ضيفي المكون ده للبامية واضمن لك بامية خضرة لغاية اخر حباية. حتى لو عدى عليها سنة واكتر من سنة هتفضل معاكي خضرة حلوة جدا اكنها فريش. تابعي معايا الفيديو وان شاء الله الوصفة هتعجبك جدا. تعالي لي بقى، هنتكلم على البامية. عشان تجيبي بامية، اولا هتجيبيها هتغسليها، وبعد ما تغسليها هتقمعيها بنفس الطريقة دي. هتشيلي الجزء اللي من فوق والجزء اللي من تحت والجناب، لو فيها شوكة هتبتدي تاخدي معاكي الجوانب بتاعة البامية. لو هي مش بتشوك يبقى انت هتكتفي بان انت تقمعيها من تحت ومن فوق وخلاص على كده. وبالنسبة لي انا الحجم ده مثالي جدا للبامية الحمراء. وطبعا كل واحد وحريته، في ناس بتحبها كبيرة شوية، يعني اهم حاجة ما تزيدش عن الحجم ده. رغم ان الحجم ده انا ممكن اخده واعمله بامية ويكا او بامية خضراء او بامية مفروكة زي ما الصعيد ما بيقولوا. تمام. تعالوا بقى نخش على البامية التانية. كل اللي عليكي حضرتك هتجيبي الحجمها كبير وهتعمليها بنفس الرفع اللي انت شايفاه ده. ليه؟ علشان خاطر لما بتيجي مجرد ما بتطلعيها الكيس بتطلعيه بتلجه، هتحطيه في قلب الشوربة مجرد غلوتين، مفيش غلوتين وتلاقيها اتكسرت لوحدها. وكمان لو من غير ما تخزنيها، كل ما بترفعي كل ما بتحتاجيش ان انت تفركيها جامد او تقعدي تغلي فيها كتير عشان تبتدي تتكسر من بعضها. وتعالي بقى في حلة على النار، هتحطي لي معلقة من السكر، معلقة من الملح، نص معلقة كربوناتو. انا هنا مش مكترة كمية المية لان كمية البامية اللي انا بخزنها مش كتيرة. فلو حضرتك بقى الكمية اكبر من كده ممكن تخليها معلقة كربوناتو في كمية مية اكتر، وتعمليها كلها مرة واحدة بحيث ان كلها تاخد تسوية واحدة. بصي لي بقى على الخطوة دي. بصي انت لو تلاحظي فيها نسبة حمار، خضرها مش قوي قوي، بس مجرد ما بتتحط في المية الخضار معاكي بيزيد وبيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. ومش عايزاكي تطولي عليها في النار، ركزي في شكل المية هوريكي امتى تطلعيها. لو ركزت في المية هتحسي ان المية بدأت تنمل كده، يعني بداية الغليان. انا مش هستناها لما تغلي واجي اخزنها. بصي لي كده في المية، بصي مجرد ما المية بتبتدي هتتحرك وتغلي كده انت زي الفل تبتدي تطلعيها. ما تزوديش تسويت اكتر من كده عشان ما تبتديش تتكسر معاكي او تتعجن. انا عايزاها مجرد ما تاخد اقل من ما تبتديش تغلي، كمان مش هتغلي، مجرد ما تحسي الميه بدأت تغلي انت تطلعيها كده على طول. ما تطوليش عليها علشان خاطر ما تتعجنش معاكي وتتهري منك في تخزينها. وطبعا هتطلعيها هتحسي لون الميه مغمق معاكي شويه كده. لو انت هتعملي باميه عاديه زي دي كده هتكملي بنفس الطريقه. تمام. نفترض الميه غمقت وانت هتبتدي تعملي الويكه، فانصحك غيري الميه واعملي بنفس الطريقه اللي عملناها في البدايه. معلقه ملح، معلقه سكر، شويه كربوناتو. وما تكتريش كميه الميه، خلي نسبه الميه قليله علشان خاطر هنصفيها من غير ما نعرضها لميه ساقعه. تعالي لي بقى الباميه الخضراء او الباميه الحمراء اللي بنعملها الصغيره، هتاخديها تحت ميه جاريه عشان توقفي عمليه التسويه. اول ما بتطلعيها مباشره تحت ميه، عايزه تحط ميه بتلج ايه اللي يريحك، بس كفايه جدا ميه جاريه كده تحت الحنفيه توقفي عمليه التسويه بتاعتها. وملك ان تتخيلي الخضار والجمال اللي هتشوفيه. اضمن لك باميه لو عدى عليها والله العظيم اكتر من سنه هتاكليها اكنك لسه حالا جايباها فريش. وزي ما انت شايفه كده نفس الطريقه، قبل الميه ما بتبتدي تنمل معايا كده هبتدي اطلعها. هتحسي في لزوجه شويه كده لانها متقطعه. مش هتشطفيها لان كل ما بتشطفيها بتنزل مادة لزجة كده، فانت هتطلعيها ببخار المأموج قبل ما بتبتدي تغلي. هتطلعيها وتحطها في مصفى لغاية ما تصفي كمية السوائل اللي فيها. ده بالنسبة للبامية المفروكة او البامية الويكا. خلاص هتسيبها لغاية ما تتصفى وبعد كده تعبيها. تعالي هنا الحركة دي عشان تطلعي كمية الهواء اللي موجودة جوه الكيس، والكيس ما يعملش تلج وما تحسيش كده فيه قطع من التلج جوه الكيس. هتبتدي تجيبي لي اي شاليمو عندك كده او شفاطة الولاد كده بتاعت الكوبايات بتاعتهم، وتبتدي تسحبي الهواء الزيادة اللي جوه الكيس. كده اضمن لك لا تلج يخش في الكياس ولا تحسي ان اللون هيحصل له اي حاجه. هتفضل بنفس الطريقه دي لغايه ما تطلعيها. تيجي تطلعيها بقى حضرتك زي ما هي بكيسها كده تفضيها في قلب التسبيكه بتاعتك وبالف هنا وشفا. وبالنسبه للباميه الويكا حضرتك بقى هتعبيها في الكياس بالكميه اللي مناسبه ليكي. وخدي بالك لو حسيتي فيه لزوجه شويه كده مجرد ما بتطلع من الفريزر ما بتلاقي لهاش اثر خالص اللزوجه دي. وخلصنا الفيديو واتمنى يكون عجبكم.
ولو عجبتك طريقتي وعجبتك فيديوهاتي اوعي تنسي تحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك للقناة وتعملي شير لوصفاتي علشان توصل لأكبر عدد من الناس. واوعي تنسيني بدعوة حلوة من قلبك. ودمتم في رعاية الله، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.